معانا يا حبايبي الايس كريم قدامنا اهوت. في خطوتين اتنين بس في 5 دقايق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل المطبخ منا حاجة جميلة كده صيفي كلنا بنحبها في الصيف، مفيش اختلاف عليها. هي الايس كريم. هنعمله بجميع النكهات ان شاء الله. ايس كريم هيعجبكم، هو جميل جدا وموفر كتير خالص على اللي انتوا تشتريه من بره. يلا بينا كده هنبدأ ونسمي بسم الله. معانا نص كوباية سكر. الأول كوبايتين لبن، هنحط فيهم نص كوباية سكر، وهنحط عليهم برضو نص كوباية لبن بودر، ونقلبهم كويس على البارد. أهم حاجة إن التقليب كده على البارد. يبقى معانا كوبايتين لبن، معاهم نص كوباية لبن، نص كوباية سكر، ونص كوباية لبن بودر على البارد. تمام كده. وهنيجي هنا معانا كوباية مية على البارد برضو، هنفضي فيها نص كوباية كريم شانتيه، ونص كوباية نشا، ونقلبها كويس. النشا والكريم شانتيه على البارد، وكذلك برضو اللبن على البارد. احنا كده معانا كوبايتين اللبن ونص كوباية السكر ونص كوباية لبن بودر على البارد، وهنا نص كوباية نشا ونص كوباية كريم شانتيه في كوباية المية. يبقى هنحط كده على النار، هنحط على النار الأول الخليط ده، أما يبدأ يتقل كده معانا نفضي عليه الخليط ده. نخش نعمل على النار اهو. احنا هنقسم الكمية دي على اتنين، هنعمل جزء بالفراولة وجزء بالشوكولاتة. هنقص هنا بتاع الفراولة، وهنسيبه يهدى شوية، وهنحط هنا حتة الشوكولاتة والكاكاو، ونقلبه بقى كويس عشان الشوكولاتة تسيح. دي قطعة شوكولاتة كاكاو خام و... والكاكاو. ممكن تحط حاجة واحدة، ممكن تحط الاتنين حسب اللي متوفر ليكي يعني. وعلى فكرة بقى انت ممكن تعملي اي طعم تاني، يعني هنا مثلا هنعمل طعم فراولة، ممكن تعملي طعم مانجا، ممكن تعملي طعم موز، اللي انت عايزاه. ده يهدى كده عشان نحط عليه عصير الفراولة اللي ضاربينه في الخلاط. يهدى بس معانا كده شوية، يهدى معانا كده. عمال ما نقلب الشوكولاتة كويس. ممكن أي طعم بقى تعمليه، فراولة ماشي، موز ماشي، مانجا ماشي، بطيخ ماشي. هنفضي بقى بالشوكولاتة هنا، وبعد ما يتحط في الفريزر ويتجمد نص تجميدة كده، هنطلعه ويتضرب في الخلاط تاني، وبعدين نرجعه تاني في العلبة تاني. لما يتضرب في الخلاط هيتقل معانا والكمية هتزيد، وهيبقى مفيهوش تلج. دي حبايبي العلبة اللي بالشوكولاتة دي هتهدى معانا ونحطها في الفريزر تتجمد نص تجميدة، تتجمد نص تجميدة، وبعد كده نطلعها نضربها في الخلاط ورجعها في العلبة تاني، هتلاقي العلبة اتملت. ليه بقى بنضربها في الخلاط ورجعها تاني؟ عشان الكريم شانتيه اللي احنا حاطينه ما اتضربش في الخلاط، فلما يتضرب في الخلاط هيدي طعم احسن وهيزيد معانا. ده على فكرة ممكن نسيبه كده يبقى بطعم الفانيليا، ممكن نسيبه كده يبقى بطعم الفانيليا، ونحط عليه اي فاكهة تانية لو حابين. دي الفراولة،
حبة حبة كده. الفراولة دي كانت متجمدة في الفريزر، طلعتها ضربتها وبقيت تحطيها على العصير. ممكن تستبدليه قلنا بأي نوع فاكهة تاني. على فكرة ممكن تحطي لون، يعني مثلا الفراولة ممكن تحطيها لون أحمر، المانجا لون أصفر، وممكن تسيب الحاجة من غير لون، هيبقى لونها طبيعي وجميل. لسه هيعوز حبة تاني. أجمل آيس كريم ممكن تاكليه، طبعا ولا ألوان صناعية ولا طعم صناعي، كلها حاجات جميلة ومغذية، عاملة بلبن وعاملة بعصير، مغذي جدا لأطفالك، أفضل من اللي بره بكتير، وبيعمل كمية كبيرة خالص زي ما انت شايفة. يعني الكمية دي كلها ولسه متضرب في الخلاط هتزيد معاكي، معمولة بكوبايتين لبن. كده يا حبايبي اهو، صلوا على رسول الله. كده بقى احنا هنحطها في الفريزر، هنغطيها ونحطها في الفريزر تتجمد نص تجميدة، ونطلعها نضربها في الخلاط ونقدمها مع بعض ان شاء الله. معانا يا حبايبي الايس كريم قدامنا اهوت، في خطوتين اتنين بس، في 5 دقايق.